ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. انا بدأت بقى تنظيفات كده. الشتا الجو بدأ هو يطري شوية. فقلت يعني ايه ابدأ اعمل حاجة بحاجة. كل يوم نعمل حاجة صغنونة عشان طبعا احنا مش بننفض بس يعني على قد التنظيفة، لا. احنا في مدارس وفي دروس وفي مذاكرة وفي متابعة للولاد وفي طبعا طبيخ العادي والترتيب العادي بتاع البيت، اللي انت ترتبي السراير، تكنسي الارض، تلمعي على السريع كده. ففي حاجات تانية مع التنظيف اللي هو التنظيف. انا قلت ان شاء الله باذن الله ابدا ان انا اعمل كل يوم حاجه بحاجه. طبعا مش بعمل كل يوم بصراحه، يعني بعمل يوم هتلاقي تاني يوم كل اعضائي وجعاني، ظهري ورجلي وايديا وكل حاجه. فما بعملش بصراحه كل يوم. بس انا يعني ايه, بستعين بالله ان انا يعني في دماغي ان انا هعمل مثلا دي بكره، او دي الصبح كده. فببقى يعني عندي اصرار ان انا يعني انجزها بقى. ساعات صراحة يعني ساعات احنا بنخطط وبنستعين بالله وبنعمل كل حاجة. بس ساعات يعني الموضوع بينفع وساعات مش بينفع، يعني عشان نيجي للحق. فانا بدأت قلت ان انا اجيب الحاجات اللي انا حاسه ان هي متطربه الاول واغسلها. انا كنت غاسله الستاير وعيناها، ومن فتره غسلت المفارش وعينتها، وفرش حافظات بس. فبدأت ان انا اشوف الحاجات اللي عايزة تتغسل عشان الجو هيبدأ يطري، المشايات الحاجات دي، وعملتها. نظفت المكنسة. انا اصلا مش بستخدمها خالص في الصيف. لان انا فرش حافظات، والحافظات مش بتتعمل بالمكنسة، هي عايزة مقشة، المقشة العادية بتاعتنا تتعمل بيها. لان المكنسة بتشد الحافظة، مش بتعرف ان انا مش بعرف اكنس بيها. فانا ركناها من زمان، بس لقيت فيها كميه تراب فظيعه فظيعه فظيعه، مش عارفه من ايه، رغم ان انا مش مشغلاها اصلا. غسلتها نضفتها حلوه قوي بقى، عشان ان شاء الله باذن الله افرش السجاد. انا بكنس بالمكنسه بقى طالما السجاد مفروش بكنس بيه. قلت بقى انضفها واخلي الكيس ريحته حلوه كده. وابدا بقى ان انا اغسل زي ما انتم شايفين المشايات اللي هي صغنونه. الوردات دي بحطها شريط صغنون. ده كل الحاجات اللي انا فرشاها من السجاد. اما السجاد الكبير فكله انا عيناه من دخلة العيد الكبير، غسلاه وعيناه. وطبعا يا بنات عايزه اقول لكم، لو انت عندك مكان في البيت مش مدهوس، مش عليه رجل، يعني مثلا زي صالون انت قافلاه، اوضه السفره انت قافلاها، مكان مش بتمشي فيه كتير، ما تغسليش السجاد، اغسليه على الناشف بس لو في بقعه في حاجه وهويه. ويعني مش لازم تغسليه عمال على بطال بقى تودي المغسلات تغسليه. اولا السجاد بيبوظ وبيبوش وبيدوب، وطبعا الحاجه غاليه جدا. فنحافظ على حاجتنا طالما هي نظيفه، ما فيهاش بقع، ما فيهاش دهس كده. انا بعمل كده، يعني لحد دلوقتي انا بعمل كده. طالما السجاد الكبير انا بفرش عليه مثلا في الانتريه، بفرش سجاده كبيره وعليها حافظه، فبالتالي هي اصلا مش باينه طول الوقت، مش باينه. غير لو طبعا لو جه ضيف، لو في مناسبه او حاجه، وده بسيط جدا جدا. ممكن بعديها ان انا اعملها على الجاف او شمسها شويه وخلاص، هي بقت كده زي الفل، مش محتاجه ان انا اقعد كل شويه اهريها بقى منظفات وغسيل وهلك هلك هلك فاضي، والحاجه غاليه. فلو انت عندك مكان زي كده مفيش داعي. الشرايط وكده، لو شرايط بسيطه اغسلها في البيت. مش كل المغسلات بتغسل بحاجات بسيطه، في حاجات عشان تطلع بقى بيحطوا مواد كيماويه بتبقى صعبه، ممكن مره في التانية تبوظ السجاد. دخلت بقى على المطبخ. عايزه اقول لكم ان المطبخ ده يعني انا مسرعه الفيديو كميه تسريع فظيع. رغم ان انا يعتبر انا قلت ده انا بس شويه حاجات بسيطه هصورها معاكم نتشجع كده سوا، وانا عامله حاجات كتير. يعني انا عملت التلاجة مع نفسي، عملت التربو مع نفسي. ده فوق المطبخ عملت كله مع نفسي، لان مفيش زاويه تصوير اصلا عندي فوق المطبخ. لمعته كله مع نفسي برضو. الاظرف اللي تلقيت فيها حاجات متكركبه برضو غسلت، لمعتها كده مع نفسي. عملت حاجات كتير قوي من غير ما اصورها. وقلت خلاص، بس ده هو على قد الشفاط والبوتاجاز ورا البوتاجاز، حاجات بسيطه كده، وتلميع الرخامات مش هياخد مني وقت. عايزه اقول لكم ان انا قعدت حوالي 5 ساعات او اكتر كمان بعمل الحاجات اللي هي يعني مش بتاخد وقت دي. وفي حاجات كمان عملتها وفي اليوم ده وما صورتهاش، لان خلاص حسيت ان التليفون بقى يفصل مني شحن. الولاد ساعات بيبقوا عايزينه عشان الجروبات بتاعة الواتس بتاعة المدرسة والدروس والحاجات دي.
ياخدوا منها حاجات، فما كنتش فاضي كل الوقت. يعني بقى عملت بقى حاجات بسيطه. عايزه اقول لكم بقى بالنسبه لطقم البهارات، انا بغسل والحاجه فيه مش بيدخل له ميه او الكلام ده، لا، لسبب ان انا بس بعمل من تحت مكان ماسك ايدي. وانا كل ما استخدم البهارات يعني يوميا وانا بستخدم البهارات باجيب مكان ايدي واقوم ملمعاه تحت الحنفيه زي ما انتم شايفين كده. فطقم البهارات بتاعي الحمد لله نضيف ما فيهوش حاجه. بس انا قلت يعني ايه، طالما انا بلمع يبقى لمع كله كده مع بعض. برضو العلبتين الكبار، حاطه واحده سكر وحاطه ملح رغم ان هما الاتنين نفس اللون، بس انا ببص قبل ما احطه خلاص يعني، وحطهم الاتنين جنب بعض. برضو هما نضاف. مكان الايد انا غسله يعني البهارات، طالما انا بجيب بهارات يعني بهاراتي خلصت، بتخلص طبعا كلها يعتبر مره واحده، بجيبها بقى مره واحده، اقوم غسلها من جوه كويس وسايباها ومصفياها. الكلام ده كله بيبقى في العادي، مش تصوير بقى، مش بصور بالحاجات دي. ففي التنظيف العميقة ممكن ما اعملش كل حاجة اعملها، لان ببقى عاملاها قبل كده في الاستخدام اليومي بتاعي. الكاسات طبعا عشان هحطها على العلاقات بتتطرب بطريقة فظيعة. انا نفسي اصلا الاقي لها اي مكان في الضرفة واحطها جواها، عشان انا بغسلها عمال على بطال فقط يعني، مش بستخدمها قد ما بغسلها. بتتطرب وهي متطربه تحس ان انت مش نظيفه بقى، والمطبخ بتاعك مش نظيف، وانا مش ايدي فيها على طول بسبب ان هم على طول متطربين. انا لقيت الرخامات متطربه، مش عارفه ليه بجد مش عارفه ليه. انا كل يوم بلمع الرخامات 9000 مره، بس طبعا تحت الحاجه هو بس اللي مطرب، لان مش هشد الحاجه كل يوم والمع تحتيها، لا. آه، فتحت بس مثلا بتاعة البهار اللي لقيتها مطرب شوية، لأن الرخامة دي عشان يعتبر معظم شغلي عليها، حتى شغلي اللي هو الشغلي عليها، مش الشغل اليومي. فأنا على طول بلمعها 50,000 مرة في اليوم. يعني طول ما أنا بشتغل مثلا تورتاية أنا بلمع الرخامة دي 50 60 ألف مرة، بغسل إيدي 50 مرة. بجد يعني أنا ما بعرفش غير كده، إن أنا طول ما أنا واقفة أقعد ألمع، طول ما أنا شغالة أقعد ألمع، ما بحبش المكان جنبي متكركب. فلقيت بقى اخر مره تقريبا كنت بشتغل تورتايه، كان الاسبونج طرطش على النقط، عمل نقط بيضة على الشغل ده، وانا ما خدتش بالي منه. فوانا بقى شغاله الليد النور شغال جامد، فشفت النقط الصغنونه دي عملتها. الشباك على طول الاضاءه فيه وحشه، فمش بعرف اصور مع ان هو قصاد الشمس، مش عارفه عشان هو قصاد الشمس بيجي في التصوير كده، مش عارفه ليه. بس انا برضو لمعت الازاز في الاطار بتاع الشباك عندي خشب ابيض، مش عارفه ليه. فعايزه اركب عليه الورق البني اللي انا كنت بركبه، كنت بركب على طول، واخر مره شلته وكنت نسيت ان انا انزل اجيب تاني. فكانت لقيت عندي وانا بروق بقى تحت المراتب وكده، لقيت عندي حته عايزه اعملها. انا الفرن الكهربي ده ما عدتش بشغله من زمان جدا 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 يعني. حتى اما كان الشمعة اللي فوق باظت كنت بشغل اللي تحت تسخين في حاجات، بس جه مره وقام كهربني، مش عارفه ليه السبب. فركنته. من ساعتها بقى انا ما بعملش في اي حاجه، ما مش بشغله خالص، خايفه ان انا اشغله لانه شدني جامد، خايفه ان انا اشغله كده. فعشان كده بلمعه، بس انا حاطاه لانه ملوش مكان، حتى ما ينفعش ان انا اركنه في مكان، ما عنديش اي مكان حتى ان انا اركنه فيه واحط حاجه مكانه. انا بستخدمها لحد ما مثلا الاقي حد يصلحه وكده. انا مش عارفه مين بيصلحه بصراحه، وخايفه اديه لحد يبوظهولي او يلعب لي فيه اكتر. عايزه حد يكون ثقه، وعماله ادور ومش لاقيه، يعني مش لاقيه حد في اللي عارف. فمستنيه بقى اما اشوف لو حد يعرف اللي هو يصلحه. انا بصراحه ما كنتش بستغنى عنه، كان سريع خالص وبينجزني في حاجات كتير، ما كنتش بضطر ان انا اصلا اشغل الفرن العادي خالص نهائي، ما كنتش بستخدمه نهائي خالص. بس طبعا مع الشغل بتاعي وكده انا مش هقدر ان انا يعني اعتمد عليه، بس ممكن لو لشغل البيت يعني لو انا بعمل حاجه للبيت اشتغل فيه عادي زي ما كنت بشتغل. بس للشغل بتاعي لا، الفرن الغاز هقدر ان انا اتحكم فيه اكتر واكبر، ان انا احط لو في صواني او في تورت كده. بس بصراحه كان لو الانبوبه شطبت مني فجاه كان بينجزني وبعمل فيه كل حاجه. فهو مأثر على نفسيتي اوي حبيبي، كان جميل جميل، بس مش عارفه بقى، يا ريت الاقي حد يصلحه بقى بدل ما هو قاعد على الرخامة عمال يتطرب وخلاص. جيت ملمع اللي هو بتاع الافران بتاع مايوي ده، هو عندي من زمان. هو مش، انا مش هقول بقى اللي هو طبعا كل اسعار المنظفات دي غليت،
بس انا بجيبها مره بتقعد عندي طول السنه. يعني على دخلة على تنظيفة الصيف، مش تنظيفة اللي هي بتاعة العيد الصغير. انا بفضل من قبلها مثلا بشهر شهرين اجيب كل شوية منظف واركنه وانظف لحد ما اخلص. بجيب بتاع الازاز وبتاع الملمع الموبيليا وبتاع الافران ده والباور. وكان في شبه منظف كده للتلاجات بجيبه برضو بيقعد عندي مدة ممكن يقعد كمان اكتر من سنة. يمكن اكتر واحد بيخلص فيهم الباور، لكن غير كده كل المنظفات الباقية بتقعد عندي سنة وساعات كمان اكتر والله. فبالنسبة لسعرها فهي بتقعد كتير. لو انا هدفع مثلا مبلغ مش كبير برضو للدرجة. لو انا هدفع مثلا مبلغ والحاجة هتفضل عندي سنة فدي حلوة يعني هتنفعني كتير. او بنضف يعني كام تنظيفة موسمية ويبقى معايا. آه نضفت بقى الشعل والبتاع بتاع الافران. يعتبر البوتاجاز كله منضفاه اللي هو بتاع الرماد ده بتاع كيلين ماي واي بتاع الافران كله. حلو لو في حروق بيطلعها. مش هيطلع 100% من الحروق بس بيطلع لو كان الحاجة بسيطة. وبترشيه دقيقتين 3 كده وترجعي تعملي بسبونشة بشوية بريل. بأي حاجة بيطلع معاكم بيبقى زي الفل. بعد ما بتخلصي وتلمعي وكل حاجة شوية بتلاقي حاسة ان هو مطفي. تيجي بس بعديه بشوية يعني تاني يوم مثلا تقومي ملمعاه بفوطة ناشفة خالص. يومين كده بفوطة ناشفة تلاقي خلاص بقى رجع بيلمع وبيبرق وزي الفل مفيش اي حاجة. مش بيغير بقى لون ولا بيصدي ولا بيطوس ولا الكلام ده. مش زي الباور بتاع الافران، هو عشان اصلا معمول للافران فمش مش بيبوظ زي الباور ممكن لو جه على ستيل او حاجه ممكن يبوظه يغير لونه والحاجات دي. انما بتاع الافران ده هو معمول لكده. فما لا مش بيبوظ والله ولا بيغير ولا اي حاجه. لمعت البوتاجاز خلاص وخلصت طبعا يعتبر كل الرخامات. دخلت بقى اللي جوه الفرن نفسه. كنت شاوية بطاطا. فبتنزل طبعا اللي هو شبه السكر بتاعها. السكر اللي في البطاطا بيحرق المكانه شوية. فعملته بتاع الافران ده طلع. بس لقيت ان في حته كده تحت ايدي مش سايحه فاهمين. فقمت عملتها بالسكينه نضفت وبقت زي الفل ومفيهاش اي حاجه. انا بحب اصلا عامه ان انا لو مثلا اشتغلت كذا شغل ورا بعضه ألمع البوتاجاز. باحب أوي أهتم بالحاجة اللي هي بتساعدني في شغلي. يعني عندي طبعًا كل حاجة في البيت لازم أهتم بيها وكل حاجة. بس باحب الحاجات اللي أنا بتاعة الشغل بتاعتي إن أنا أهتم بقى وأنضفها أوي، أوي، أوي كمان. العجان أنا يعني باقعد ألِف على كل سنتوفة وحنتوفة فيه كده إن أنا ألمّعها وتبقى كده نضيفة على طول، على طول. الفرن لازم يبقى فُلّة كده بيلمع حواليّا. أي حاجة باستخدمها لازم في الشغل لازم تبقى نضيفة 1,000,000%. طبعًا كمان عشان أنا باطلّع الأوردرات فحاجة الناس وده طبعًا يعني أمانة. غسلت الباسكت وعملت الشواية طبعًا دولة مع نفسي. لإن صابعي اتعور وأنا باعمل الشفاط فما كنتش قادرة إن أنا إن أنا أعمل حلو. وخلّصت ورا البوتاجاز وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. مع